على مستوى التعليم الأساسي قامت مجموعة شركات سما مدرسة السيدة عائشة أم المؤمنين بنات بالعريش ومدرسة المساعيد ومدارس أخرى، كما وضعت على عاتقها توفير الزي المدرسي لأبناء وسط سيناء، حين قامت بتوزيع 5000 زي مدرسي سنويا منذ أن بدأت هذه الخطوة في عام 1999. لم يقف نشاط مجموعة شركات سما في مجال تطوير البنية التحتية التربوية عند حدود أرض الفيروز، بل امتد إلى أقاصي الصعيد، حيث مدينة الأقصر، وبالتحديد في مدرسة المدموج، والتي تم إعادة بنائها على أحدث المواصفات لتصبح مؤهلة فيما بعد لاستقبال أبناء مدينة الشمس. كما امتدت جهود تطوير البنية التربوية إلى التربية الروحية والدينية، فأنشأت مجموعة شركات سما 3 مساجد على طرز متميزة، وهم مسجد الفتح بقرية سما العريش، مسجد الفتح بالقرية الرائدة بمدينة نخل، وكذلك مسجد الفتح بمنطقة بغداد بوسط سيناء. وتحت الإنشاء الآن مسجد الفتح برفح ومسجد الفتح بالقاهرة، تلك المساجد التي صممت بطرز معمارية حديثة تتميز بوجود 4 مآذن لكل مسجد، وامتد نشاطها يشمل الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ودار الأيتام. وهو بيقول لك أنا يا أستاذ وأقسم لك بالله أنني أخذت منه ما يأخذه تلميذ من أستاذ. ليه؟ لأنه هو في نواحي يمكن أنا كنت بعيد في تربيتي عنها، فهو اداها لي من عنده، خد ثقافته من أول ما جات له ثقافة، وابتدى أقعد وياه جلسة ينضع عليا من الأشياء، فزود ثقافتي. إيه قدر مشترك اللي خلاني أحبه وأحبه؟ إيه هو بقى فضيلة الشيخ؟ إننا الاثنين بنمثل قضية خلافية في الأرض، معه مترفين بما أفاء الله عليه من رزق في حياته الماضية. كان يقعد يحط رجل على رجل ويفضل بقى الصبحيه يروح هنا النادي هنا ويعمل كل حاجه. انما انسان جمع كل عرقه وعمله دم، هذا الدم يعمل فيه وقود علشان يدي خير للناس، وكان من الممكن ان يستغني بخيره عن خير هذا الناس. فاذا ده معناه ان الانسان لا يعمل لحاجته. دي دعوة دي يا فضيلة الشيخ. لا يعمل لحاجته فقط، ولكن يعمل على قدر طاقته، فيأخذ حاجته وما بقي يفيضه على من ليست له قوة يفعل بها، هو كذلك.